صاحب فرق آیه قومی کرد زمان ناشکی و دانه تو به زمان ناشکی و دانه تو به زمان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده جنده به تاجبی آلا کردن جنده به تاجبی آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده جنده به تاجبی آلا کردن جنده به تاجبی آلا کردن هم خوردن مریو کی مثل دیمان و پادیمان هر نشتمان دیمان و پادیمان کرد و کردستان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده جنده به تاجبی آلا کردن جنده به تاجبی آلا کردن لاوی کرد را گوی سرفی و شیطان بابروی نشیدکن تاجی جیهان بابروی نشیدکن تاجی جیهان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده جنده به تاجبی آلا کردن جنده به تاجبی آلا کردن خوردنون که حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا مساء الخير مشاهدي طيف تي في الأكارم. يصادف اليوم 17 من كانون الأول من برنامجكم حواراتنا. حواراتنا طبعا برنامج أسبوعي كل يوم خميس نقدمه مع ضيفين عزيزين، أحدهما يمثل المكون العربي والآخر المكون السوري في سوريا والمنطقة كاملة. يا أحبائي الأفاضل، اليوم 17 من كانون الأول ديسمبر يوم علم الكردي وكردستان الذي يمثل أكثر من 60 مليون نسمة وما زالوا بلا وطن، ولأسباب عديدة أهمها اضطهاد شركائهم بالجغرافيا العامة في منطقتنا من العرب والفرس والترك لحقوقهم، وليس فقط من قبل حكامهم الدكتاتوريين وإنما من غالبية الشعوب المحتلة لكردستان، وخاصة من العرب الذين يحتلون جزئين هامين من تراب وطننا الكبير. كل ذلك سنناقشه اليوم معا وتحت عنوان الكرد بعيون عربية مع الضيفين العزيزين الدكتور بلال غازي القرعان، وهو عربي أصيل من بني هاشم وأكاديمي وباحث اجتماعي ومدافع عن القضية الكردية، ويحمل الدكتوراه بالدراسات الاجتماعية كما كاتب هو في صفحته على الفيسبوك. وأيضا نرحب بالدكتور محمود عباس، وهو سياسي كردي معروف ويحمل الدكتوراه في الجغرافيا السياسية من جامعة موسكو، وهو المستشار العام وأحد مؤسسي المجلس الوطني الكردستاني في سوريا، وأيضا نائب رئيس الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا. أهلا وسهلا بكما. الآن يخبرني المخرج الأستاذ عبد الباقي الحسيني بأن الدكتور بلال لا يستطيع الدخول لأسباب تقنية للبرنامج، ولكن سيرسل فيديوهات بصوته وصورته لنا ريثما يجهز. سنرحب بالدكتور محمود عباس. أهلا وسهلا دكتور محمود عباس، نورتنا. تحياتي أخ سليمان لك وللمشاهدين الكرام. تحياتي للأخ بلال، ونتأسف على عدم قدرته على الحضور مباشر
حقيقة قامة نفتخر بإجراء هذا الحوار معا، وأتمنى في الساعات القادمة في الدقائق القادمة أن يستطيع الدخول ويشاركنا في هذا الحوار اللطيف. في البداية أريد أن أوجه تحية لشعبنا الكردي بيوم العلم الكردي كما تفضلت، العلم الذي يمثل رمز السلام والحرية، رمز الإخاء والتعامل الإنساني مع جميع الشعوب المجاورة، رمز مثل فيه عدة ألوان: الأخضر والأبيض والأحمر والشمس التي تمثل الحرية. في البداية طبعا أتمنى أن يكون الحوار لطيفا وجيدا، ولن يكون هناك أي صراعات بين الشعوب. أتمنى من الأخوة المشاهدين المشاركة بأي أسئلة أو أطروحات فكرية معينة. شكرا على هذا الحوار اللطيف. تسلم. أشكرك دكتور محمود. لريثما يرسل لنا الدكتور بلال أو ينضم إلى البرنامج. نبدأ معك دكتور. نحن نعلم أن الإنسان يولد حرا من بطن أمه، يولد إنسانا، وكلمة الإنسان يعني أنه صاحب عقل ومبدأ وقيم أخلاقية. فهل من قيم الإنسانية أن نرفض الاعتراف بحقوق الآخر بوجوده، وخاصة إذا كان كشعب مثل الشعب الكردي الذي يتجاوز تعداده 60 مليون نسمة ولا زال بلا وطن؟ لماذا دكتور؟ في الحقيقة الإنسان عندما يولد بصفاء كامل، بصفاء لا يوجد فيه أي نوع، لا الانتماء القومي ولا الانتماء الديني ولا أي انتماءات أخرى، إنما يتربى على بيئة معينة. البيئة إن كانت شاذة كثيرا ما يعني يظهر هذا الإنسان في بيئة أو بمفاهيم أو ثقافة نستطيع أن نقول ثقافة شاذة. كثيرا ما تؤثر الأنظمة أو الأحزاب أو حتى العائلات على مسيرة الإنسان أو الطفل عندما يتربى في المجتمع. ولذلك نجد هناك مجتمعات ظهرت تحت تأثير مفاهيم معينة، شرائح عنصرية يعني ألغت الشعوب المجاورة أو ألغت القوميات الأخرى أو حاربت الأديان الأخرى في محيطها المجاور. إلى جانب ذلك كانت هناك أو لا تزال هناك مجتمعات لا تريد غير السلام، تربي أبنائها على الحرية، على السلام، على الإخاء، على الوفاء، على القيم الإنسانية، القيم التي يجب أن يكون عليها البيئة الاجتماعية لتخلق أو تتعامل مع الحضارة مع المفاهيم الإنسانية. كما تفضلت، الإنسان عندما يولد صافيا في وجدانه أو في صفاته لا توجد أي رواسب، إنما كل ما نراه الآن من الحروب، من الصراعات، من المفاهيم العنصرية، من الخلافات الفكرية التي موجودة، كلها هي يعني عملية تربية ثقافية. وهذه التربية الثقافية كما ذكرت لها يعني يؤثر فيها عدة جوانب. فالإنسان لو ترك على ذاته كيف سيكون؟ هذه مسألة فلسفية عميقة، فيما لو لم تتدخل الأنظمة أو تتدخل الأحزاب أو تتدخل القوى السياسية أو القوى الاجتماعية أو فلاسفة معينين، كيف سيكون انتماء هذا الفرد؟ فالإنسان الكردي على سبيل المثال تربينا يعني بأغلبيتنا في بيئة ثقافية يعني دائما كنا نتعامل مع الآخرين بالإخاء، بالمساواة. لذلك إذا نظرت أو قارنت الشعب الكردي مع جميع الشعوب المجاورة، الشعب الوحيد الذي لا يوجد فيه العبودية،
لم يوجد في البيت الكردي بطوال التاريخ عبدا في أحد البيوت، لأن الثقافة التي يتربى فيها الإنسان الكردي يرفض العبودية. جميع الحضارات أو نستطيع الدول أو الإمارات الكردية التي ظهرت على مر التاريخ بعد الإسلام حتى في العصر الساساني لم تكن هناك شيء اسمه سبايا. الكرد لم يعرفوا شيء اسمه سبايا، لم يوجد سبية على مر التاريخ في البيوت الكردية. حالة أخرى، جميع المدن الكردية والإمارات الكردية لم توجد فيها يوما أسواق للنخاسة كما وجدت في الدول والإمارات والسلاطين، مراكز السلاطين الأخرى المجاورة وبدون استثناء. يعني الدولة أو الشعب الوحيد التي لم يوجد في مدنها وعلى جغرافيتها أسواق للنخاسة. هذه دلالة على أن الروحانيات التي تربى فيها الإنسان الكردي، يعني أديانه المختلفة والثقافة التي تراكمت في مخيلته على مر القرون، ترفض هذه القيم اللا إنسانية أو القيم المنافية للعلاقات الإنسانية. على سبيل المثال الديانة المزدكية، طبعا أطلت عليك أخ سليمان. الديانة المزدكية هي الديانة التي اتهمت فيما بعد الإسلام على أنها ديانة اشتراكية، وكانت هناك يقول عبثية في الأفكار، يعني اتهمت بعدة اتهامات ولا أريد أن أدخل في تفاصيلها. ولكن الديانة المزدكية هي الديانة التي كانت ترقي بالإنسان إلى الإخاء والمساواة والتعامل، ليس فقط في داخل المجتمع المزدكية نفسهم، وإنما بينهم وبين الشعوب الأخرى أيضا. ولذلك حوربت بقوة من قبل الأديان التي سلطت على جغرافية كردستان. دكتور، سنعود إلى الديانات وتأثيرها على الكرد وحقوق الكرد بعد أن نشاهد أول فيديو وصلنا من الدكتور بلال غازي القرعان لنستمع ماذا يقول، وهو طبعا باعث رسائل اعتذار عن سوء التواصل ويحيينا كما يحييك كل أعضاء الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا، الأستاذ أجار بوطاني، أستاذ صالح جانجو وكثيرين جدا ومن المشاهدين متابعين. نتمنى من دكتور بلال أن يعود إلى هذا. والآن مع فيديو للدكتور بلال. صوت لا يوجد صوت. دكتور، المشاهدون يسمعون صوت، أنا وإياك وما نسمع الصوت. وإنما ولا راي ولا مساء الخير. بداية بعتذر عن الخلل الفني اللي صار من جهتي والتقصير من جهتي أنا، لأنه غير معد إنه أكون أو التقنيات اللي عندي تمنعني من الظهور، ربما إنه برامج اللي عندي، البرامج اللي حاصل بي لا تصل. فأنا أكرر اعتذاري من أكون موجود معكم على المباشر، ولكن يعلم الله سعينا أنا والأستاذ الفاضل السيد عبد الباقي للوصول إلى حل، ولكن أبت التكنولوجيا. بداية كل عام وأنتم بخير بمناسبة علم كردستان. وما هو علم كردستان؟ علم كردستان ليس مجرد علم، وإنما ولا راية ولا مثل أي علم آخر. بالمناسبة يا كرام، علم كردستان ما ميزه عن باقي الرايات هو أن الذي رسمه كردي، أنه مستمد من فكر كردي، أن الذي نسج خيوطه وشمسه وألوانه شخص كردي، بعكس بعض الأعلام الاستعمارية المتأثرة بالاستعمار. إذا العلم الكردي هو علم تقي ونقي ومرسوم بأيدي كردية وليس أيدي استعمارية. وبالتالي هذا من جانب. جانب آخر، بغض النظر عن رموز الشمس أو ترمز الشمس لكذا أو اللون الأحمر لكذا، هي راية. هذه الراية ليست لشخص معين أو حزب معين، هذا علم، والعلم يحترم قيمة وقامة. علم كردستان لا يعني، حتى هون حتى أوضح، بعض أعداء الإنسانية والكرد أو العرب الذي يعتقد أنه هذا علم البارزاني. هذا مش علم البارزاني، هذا علم كردستان، وكردستاني بأطيافها مسلم مسيحي عربي
كردستاني وتركماني كردستاني وآذري كردستاني. وكردستان أكبر ما تكون هي مش فقط للكرد، كردستان أرض تجمع كل الجنسيات على أرض اسمها كردستان، وفيها قومية الأغلبية القومية الكردية. فمن عربي حر ومن عربي قومي أود أن أوصل رسالة حب واحترام وتقدير للذي يحترم علمه ويقدر علمه ويكون فخور بعلمه، لأنه احترام العلم هو جزء من احترام الشخصية. مساء الخير. بداية بعتذر عن الخلل الفني اللي صار من جهتي والتقصير من جهتي أنا، لأنه غير معد إنه أكون. الآن نتمنى من المخرج إعادة الدكتور محمود مرة ثانية. أهلا وسهلا بك دكتور. سمعت ما قاله الدكتور بلال القرعان، ونحن نحييه مرة أخرى ودائما على صدق نواياه، على يعني قيمة رسالته الفكرية والإنسانية العامة. يعني دكتور بلال كلمة جدا مهمة، أنه كردستان، عالم كردستان يمثل ليس الكرد فقط، إنما كل سكان كردستان الأصليين، من آشوريين، كلدان، تركمان، عربان. هذا العالم هو رمز لكل أبناء كردستان. ما تعليقك على هذا؟ أولا نشكر الأخ الدكتور بلال القرعان. حقيقة هذا الإنسان يمثل شريحة نفتخر بها أن تكون هناك شريحة تظهر بين الشعب العربي بهذه الصفات الراقية، صفات الأخوة الإنسانية، الذي يعترف بالآخر كما يريده الآخر. هذه صفة نادرة كانت للأسف غابت عن الساحة العربية على فترة معينة، طبعا تأثيرات أخرى، ولكن الأستاذ الدكتور بلال حقيقة يعني بين لنا أن الشعب العربي الذي يعني يمثل الإسلام في جهة من جهاته أو وجه من وجوهه اقتنع أن الأخوة مع الشعوب الأخرى لن يؤدي إلى إضعاف الوجود العربي ولا إلى القومية العربية، ولن تؤثر بالقومية العربية، بالعكس إن الاعتراف بالآخر يزيد منه. أما الحديث عن العلم، عفوا أريد أعود إلى سؤالك أخ سليمان. حديثه عن العلم، في الحقيقة العلم الكردي عندما وضع للشعب لم تكن هناك دولة، وضع كرمز للشعب موجود على جغرافية معينة بلا دولة بلا سلطة بلا نظام سياسي يفرض ذاته. فهذا العلم مثل هذا المجتمع الموجود على الساحة الجغرافية، والساحة الجغرافية الكردستانية كانت فيها كما تفضل الأخ بلال توجد عليها عدة قوميات وعدة أديان موجودة، ولذلك اعتبر أو وصف العالم الكردستاني من قبل الجميع الذين كانوا على الجغرافيا على أنه يمثلهم. عندما قلت في البداية وتفضل بها الأخ بلال أن هذا العالم يمثل رمز الإخاء، رمز المساواة، رمز للجميع الأطياف الموجودة على جغرافية كردستان. يعني لم تفرض أي سلطة هذا العالم على الشعب الموجود على جغرافيا، وإنما وضعت وتقبل بقناعة الجميع. بعكس الدول الأخرى نلاحظ أن سوريا على سبيل المثال أو العراق على كل مدى 10 سنوات يتغير العلم حسب مزاج السلطات والأنظمة التي تأتي الحكم، دلالة أن هذه الأعلام التي توضع على الساحة لا تمثل الشعب، وإنما تمثل سلطة أو نظام دكتاتوري أو نظام يريد أن يفرض ذاته. فهذا العلم، الخلاف بين العلم الذي يأتي بأوامر من السلطات أو من الأنظمة، والعلم الذي جاء، العلم الكردستاني الذي جاء يعني انعكاسا لجميع الشعوب أو لجميع الشعوب الموجودة على جغرافية كردستان. هذا هناك الخلاف، والأخ بلال يعني أقدر مفهومه وطرحه هذه يعني هذا المعنى الخفي ما وراء وجود العلم الكردستاني على الساحة الحالية. صوتك أخ سليمان. صوت. أيونك
ما بعرف الصوت كيف، أتمنى من المخرج. الكثيرين جدا يحيونك ويحيوا البرنامج ويحيون الدكتور بلال، منهم الأستاذ الكاتب والشاعر الكبير إبراهيم اليوسف، وشباب حسن قاسم وكثيرين. يعني الآن دكتور وصلنا الفيديو الثاني من الدكتور بلال غازي القرعان، لنستمع معا ماذا يقول الدكتور بلال. الكردي والمثقف العربي والمثقف الكردي، أنا قضية العالم قضية أكبر بكثير من قضية أنها شريطة أو لا، العالم رمز. رسالتي اللي بحب أوجهها هون ليس للكرد وإنما للمثقفين العرب. إذا كان هناك حقيقة مثقف عربي لابد أن يحترم القوميات ويحترم القومية الكردستانية أو الأرض الكردستانية بشعبها الكردي، الأزيدي، الصابئي، الآشوري، الإنسان العربي، الشخص المثقف العربي، الأستاذ الجامعي أو المهندس أو المثقف أو الدارس. لماذا تصمت؟ لماذا تكون محايد أمام مصير أمة تريد منك توصلتها بكلمة؟ لن تنقص من شخصيتك ولا من قيمتك عندما تقول أن من حق الكردستانيين أن يكون لهم كيانا مستقلا، سواء في روجافا أو في إقليم كردستان أو في تركيا أو حتى في إيران. هي الحال نحن بحاجة إلى شيء كبير جدا أخي الكريم. نحن بحاجة إلى أن نكون منصفين ومتصالحين مع أنفسنا. نحن بحاجة إلى مثقف حقيقي يقول نعم للكردي حق بقيام دولة، وبحق بيصير إنه فدرالية وكل فدرالية. وأنا بحاجة إلى أن يكون الكردي معي حليف وزميل وصديق ودولة جوار، لأنه صد عني ودافع عني. الآن البشمركة دافعوا لما قاتلوا داعش لم يقاتلوا عن الكردستانيين، قاتلوا دفاعا عن العربي ودفاعا عن العراق وسوريا وإيران وتركيا. الآن لا نريد من العربي إلا كلمة إنصاف بحق هذا الشعب وهذه الأمة الكردية قوامها 50 مليون، التي قسمها الاستعمار، التي قسمت بفعل أفعال سياسية هدفها ليست إنسانية. ولكن نحن نريد من المثقف العربي، من الأستاذ العربي، من الأردن ومن السعودية، من الكويت ومن قطر ومن البحرين، المثقفين العرب وينكم يا جماعة؟ لماذا لا تنصر أخوك الكردي؟ ويؤسفني أنك كعربي تبكي على اذربيجان وتبكي على ارمينيا وتبكي على مسلمين الصين، ولا تبكي على اخوانك الكرد في روجافا او في العراق. لماذا دم الكرد رخيص؟ لانك انت لا تؤمن بقضيتك. لذا ثق تماما اخي الكردي، اي انسان لا يدافع عن القضيه الكرديه هو بعيد عن الانسانيه، لا يوجد لديه انسانيه حقيقيه. لانه القومي العربي لابد ان يحترم كل القوميات، والقومي التركي لابد أن يحترم كل القوميات، وكذلك الفارسي. لذا لا يمكن أن أؤمن بإنسان يدعي القومية والوطنية ولا يدافع عن القوميات بحجة أنه والله الكرد انفصاليين. الكردي ليس انفصالي، الكردي يعيش على أرضه التاريخية، قسم بسايكس بيكو، وجاء بعض العرب والترك والفرس وقسموهم أيضا، ثم دخل عليهم الفتنة الطائفية والفتنة الحزبية بين جميع الأحزاب. هنا لابد أن ننتبه إلى أن القاعدة تقول فرق تسد، ففرقوا الكرد حتى تسهل عملية تشتيتهم. لذا أتمنى لم الشمل، وأتمنى من إخواني الكرد أن يكونوا مدركين لما يسمى ما يحاك لهم من مكائد داخلية وخارجية، عربية وتركية وكردية أيضا وفارسية. أنتم قدر الله أن يكون يعني ما يسمى ظلمتكم الجغرافيا ظلمتكم، ولكن هذا قدركم. وبالتالي أطلب منكم التصالح الداخلي وأطلب منكم الاتحاد الداخلي والتسامح الكردي لبناء كردستان. ويوما ما قريبا جدا ستكون هناك دولة. وليكن بعلم الجميع أن 100 سنة بعمر الشعوب لا شيء، كردستان عمرها 5000 سنة. هل 100 سنة هذا التراجع؟ حتما سينتهي 100%، وسنحتفل إن شاء الله رب العالمين بقيام دولة كردية أو دولة كردستانية عادلة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور، يعني حقيقة كل كلمة نطقها دكتور بلال القرعان نحييه مرة أخرى ودائما.
يعني فعلا كلمة حق نسمعها قليلا، ومن قلة قليلة جدا من شركائنا مكونات المنطقة كالفرسي والتركي والعرب. دكتور بلال حكى نقطة أو مناشدة هامة جدا، مناشدة للمثقفين، للشعب العربي أن يحترموا إنسانيتهم، ومن أهم مقومات احترام إنسانية الإنسان الاعتراف بحق الآخر. هذا كان رسالة لبني العرب، ورسالة أخرى وجهها للكرد بأن يتحدوا مع بعض، بأن يكون على كلمة وموقف واحد من حقوقهم. ما تعليقك على ذلك؟ أخ سليمان، حقيقة أخ بلال يمثل رواد العرب الذين انتبهوا إلى حقيقة جدا مهمة، وهي أن الاعتراف بالآخر لا يعني الإنقاص من الذات. هذه خطوة لم تكن منتشرة بين الشعب العربي، رغم أن كان هناك موجود قامات كبيرة بين العرب كانوا يعترفون بالوجود الكردي، ولكن أصواتهم كانت خافتة، لأن الأنظمة التي كانت موجودة على الساحة أو الأحزاب التي كانت تفرض ذاتها، إن أحزاب كانت قومية أو أحزاب إسلامية، كانت تخفض أو تقضي على هذه الأصوات الإنسانية أو الأصوات التي تعترف بالآخر. ولكن الفضاء الإنترنتي، الفضاء يعني الإعلامي الموجود، ساهمت بظهور هذه الأصوات إلى الساحة أو خروج هذه الأصوات إلى الساحة. ولذلك أحيي الأخ دكتور بلال وأمثاله الذين الآن يستطيعون أن يقفوا أمام الموجات السابقة من المفاهيم العنصرية التي نشرت وانتشرت بقوة في المجتمع العربي، خاصة في المراحل الأولى من بداية القرن الماضي، يعني عند ظهور أحزاب قومية شوفينية. الأخ بلال حقيقة يعني لو نظرنا من نقطة أخرى إلى خطابه، خطاب موجه إلى الشعب الكردي، ولكن في دعمه أيضا يقول للشعب العربي أو يقول للمثقفين العرب إن هناك مفاهيم خاطئة تربينا عليها، يجب أن نعيد تصحيحها. والخطاب الموجه للكرد أيضا يعني إن يا أخي الكردي، نحن كمثقفين الذين نعرف خلفيات أمتنا لسنا ضد أمة الكردية، بل نستطيع أن نتعامل بإنسانية وبأسلوب حضاري. يعني طبعا أتصور أن الأخ بلال من الرواد، وهذه الموجة سوف تنتشر في الفترة القادمة، وسيكون أمثال الأخ بلال. وسابقا إذا نتذكر محمد الغزالي، الإنسان المصري الشيخ المشهور المصري الذي له فيديوهات عن حقوق الكرد والشعب الكردي، طبعا كان هناك مجموعات أخرى حتى في داخل الحركة الفلسطينية. تتذكر نايف حواتمي وحبش، يعني بعض المرات قالوا نحن مع وجود كردستان، ولكن أصواتهم لم تكن قوية مثل ما الآن تظهر مع أمثال الأخ بلال. أحييه وأشكره على هذا الخطاب الحضاري. حتى من الوسط الديني الدكتور محمد حبش معروف، يعني أستاذ الشريعة السوري معروف، يعني كمان من أنصار حق تقرير مصير للشعب السوري. كمان نحييه ونحيي كل من يؤمن بحق الآخر، وليس بس فقط بحق الكرد. دكتور بس ما يؤسفني هنا نسمع من الأخوة العرب أمثال الإنسان الحر العربي الأصيل دكتور بلال أنه يدعو ويقول أنه يدعو لوحدة الصف الكردي، ويقول أنه علم كردستان يمثل كل الكرد، بينما هناك قوى كردية كمنظومة الPKK مثلا تعتبر هذا العلم علم لحزب محدد كنموذج. هذا مثال. لماذا هذا اختلاف ايديولوجي؟ لماذا هذا الخطاب؟ أنا سوف آتي عليه. تذكر أنا قلت في البداية أن الأعلام التي تظهر من بين السلطات، من تحت أيدي السلطات أو الأنظمة، يحييك لا تمثل الشعب الكرام، لا تمثل. يعني حقيقة هذا، يعني أعود أكرر كلامي، الأعلام التي ظهرت أو خرجت أو رسمت تحت
مفاهيم معينه او تحت انظمه، تحت باوامر من انظمه او باوامر من سلطات، لا تمثل الا ذاتها، تمثل الشريحه التي تجد ذاتها فوق المجتمع، والتي تريد ان تجعل المجتمع رعاة يتبعونها. يعني نحن لا نبعد ان المفاهيم الامميه او الايديولوجيه الامميه التي تتبناها كين يعني، ومن ضمنهم طبعا بيدي الان، هذا العلم يمثل رمز حزبي ولا يمثل الشعب، يمثل الشريحه التي تتبعها. اما العلم الكردستاني وضع بدون اوامر سلطات، بدون اوامر انظمه، وضعها مجموعه من المثقفين. دكتور لنكون واقعيين، يسمونها بعلم البرزاني، لنكن واقعيين، يسمونها ليس البرزاني، ولم يضع لا البرزاني وضعها ولا العائله البرزانيه ولا اقليم كردستان وضعها، انما وضعت قبلها وجود هذه، يعني وضعت من قبل مجموعه من رواد الكرد عفوا جمعية خيبون، ورفعت في جمهورية لا وضعت قبله جمعية خيبون. يعني عمليا العلم الكردي موجود قبل عملية وجود خيبون. طبعا صارت عليها تطورات أو تغيرات قليلة بسيطة جدا، ولكن العلم بقي على حاله. كما ذكرت في البداية أخ سليمان، الأعلام التي تأتي من السلطان تتغير وتذهب، ليس لها رسوخ، ليس لها، تذهب مع وجود، تأتي مع وجود حزب معين أو مع إيديولوجية معينة أو مع نظام معين وتندثر مع الوجود المعين. أما العلم الكردستاني جاء بإرادة الشعب وسوف يظل بإرادة الشعب. ما دام الشعب الكردي موجودا هذا العلم سوف يكون موجودا. أي الأحزاب. دكتور اسمح لي هنا أن أنقل لك يعني تعليق جميل. الأستاذ عماد عسان بيقول: الكرد تحمي العرب من غزو تركي أو فارسي على مدى التاريخ، حتى في حرب ضد العراق وسوريا، ومع الأسف العرب دخلوهم من أراضي مناطق عربية، إذا من أراضي مناطق عربية. إذا لماذا عندما الكرد تقع فريسة بين الفرس والعرب العلم لا علاقة له، العلم لا علاقة، لا العرب لا علاقة لهم في العرب؟ طبعا في تعليق، في أخطاء إملائية يعني كثيرة. أنه المقصود فيه أنه العرب حموا، الكرد حموا العرب حتى في نضالهم. وكما أشار قبل قليل الدكتور بلال القرعان أنه حينما أريقت دماء البيشمركة في شنغال، في مكونات كثيرة، في كركوك، في كل مناطق، البيشمركة كان دافع عن سكان كردستان، ليس عن الكردي فقط. نعتذر عن انقطاع الكهرباء، أتمنى من المخرج أن يكون الصورة فقط على الدكتور محمود. دكتور تفضل. أخ سليمان، الحقيقة شب في وضع تاريخ مختصر عن العلم الكردي. يعني كما قلت أنا، العلم ليس متعلقا بجمعية خيبون، وكما تفضل الأخ العلم وجد قرابة عام بدايات القرن الماضي يعني، وخرجت من مجموعة من الرواد الكرد المثقفين الذين وضعوا الأعلام رغم بعض التغييرات البسيطة التي حدثت، ولكن الأساسيات هذا العلم ظل. ولذلك عندما نقول أن علم الكردستاني يمثل المجتمع الكردستاني بأكمله الموجود على جغرافية كردستان بكل المكونات الموجودة فيه، ويختلف وجوده عن وجود أو عن الأعلام الأخرى التي تمثل أنظمة أو مفاهيم معينة أو إيديولوجية معينة. متى ما زال تلك المجموعة أو المكون الذي يفرض ذاته على المجتمع تزول علمه معه. يعني والأمثلة عديدة جدا. علم حزب البعث زال، علم صدام حسين زال، علم يعني أعلام كثيرة جاءت وزالت مع زوال السلطة أو الزمان الشخص الذي فرضه. أما ومن نفس الطريقة يعني علم الPKK أو الPYD أو علام تمثل الأحزاب. نحن لسنا هنا في مقارعاتهم لماذا لم يضعوا علم كردستان أو لماذا خصصوا لذاتهم. هذا لديهم الحرية الكاملة ليضعوا علم، ولكن هن أيضا يعلمون أن هذا العلم لا يمثل إلا مكون معين من ضمن المجتمع الكردي، وهو الحزب
او الاحزاب الموجوده او ضمن هذا هذا الائتلاف السياسي. العالم الكردستاني يختلف طبعا. بامكاننا ان يعني نتحدث عن هذا هذه الفكره طويلا، خاصه اذا راينا عن وجود الاعلام التي جاءت على الساحه عن طريق القوى العربيه منذ بدايات الثوره الكبرى، ثوره العربيه الكبرى، وحتى الان. كم علم تغير في سوريا، وكم علم تغير على المنطقه الشرق الاوسط باجمعها. ننظر الى العلم الايراني، تغير مع وجود او مجيء سلطه جديده، دلاله ان هذا العلم فيما بعد، فيما لو تغيرت هذه السلطه في ايران، سوف نجد ان العلم قد تغير. ولكن العلم الكردستاني سوف يكون وسوف يظل، إن كان في شمال كردستان أو جنوب كردستان أو غرب كردستان، لأنها تمثل المجتمع الموجود على جغرافية كردستان. وهذا العلم بالمناسبة، هذا العلم الوحيد أستطيع أن أقول من بين جميع الأعلام موجودة لم يكن رمزا للإجرام، لم يكن رمزا للقتال أو للحروب بين الشعوب، ولم يكن رمزا لسلطة يعني قامت باضطهاد الآخر أو بإلغاء المكون الآخر، بل ظل رمزا للإخاء يعني الإخاء والإنسانية بين المكونات الموجودة في المنطقة. دكتور محمود، أنت إنسان سياسي قبل أن تكون أكاديمي يعني، وأحد مؤسسي المجلس الوطني الكردستاني في بداية 2004 أعتقد، كما أعتقد يعني 2006. تمام دكتور، خلينا نكون واقعيين. الوضع الكردي الآن يعني في حالة مأساوية. ألم يحن للشعب الكردي أن يرى عالمه مرفرفا في الأمم المتحدة باسم جمهورية كردستان؟ إلى متى سنبقى على هذا الحال؟ يعني لنكن واقعيين مع شعبنا. لماذا هذا الصراعات الكردية؟ إذا دائما أنت صاحب كلمة جميلة يعجبني جدا، تقول أنه يكفينا أن نطرح فكر المظلومية، لنحرر أنفسنا دكتور، لنعترف بواقعنا. لماذا هذا الواقع مستمر منذ شال ديران نحو 500 عام؟ حقيقة أخ سليمان، بالبداية أريد أن ننوه على شيء، قضية معينة، أن الآن نحن الواقع الكردي الآن أفضل بكثير من الواقع الكردي على مدى السنوات الماضية. خلينا نكون واقعيين، يعني على المستوى الواقع السياسي العالمي أو الدولي على الساحة الدولية، أو حتى في الوضع الدبلوماسي العالمي، أو حتى بين الشعوب بالشرق الأوسط، يعني إن كان في الإعلام أو إن كان في طرح المفاهيم الثقافية أو العلاقات الدولية مع القضية الكردية. الآن نحن في مرحلة، ولكن هذه المرحلة وهذا الواقع هل هي على مستوى ثقل الشعب الكردي؟ لا طبعا. القضية الكردية لا تزال جدا في واقع أقل بكثير من الثقل الكردي ديموغرافيا واقتصاديا وسياسيا. أنا معك أنه لو كنا رواد الشعب الكردي السياسي أو الثقافي على مستوى القضية الكردية، لكانت الآن القضية الكردية يعني تحاور أو تناقش ضمن الهيئات الدبلوماسية العالمية، ضمن هيئة الأمم المتحدة أو ضمن المجلس الأمن. ولكن يجب أن لا ننسى القضية ليست فقط بيد الكرد، وإنما الدول المحيطة بالكردستان أو الدول المحتلة لكردستان يعني تصارع وبقوة، أحيانا تضع نصف ثقلها السياسي والدبلوماسي العالمي لئلا تدخل القضية الكردية على الساحات الدولية. يعني أستطيع أن هنا العتب عليكم دكتور، هنا العتب عليكم كسياسيين دكتور. لماذا لم، ومثقفين بالدرجة الأولى أيضا، لأنه المثقف هو صناعة سياسية، يعني يصنع السياسيين. الثقافة هي الصناعة للسياسيين. يعني أنا لا أنفي، أنا لا يعني لا أتحدث. لو أكمل دكتور، لماذا دكتور يعني لماذا دائما نلوم الآخرين؟ لماذا لم نعطي للجانب الدولي، للقوى الدولية الكبرى؟ لماذا لم نعطي وعود وضمانات بأن كردستان ستكون مثل أي دول
الأخرى في المنطقة دولة سلمية، دولة تراعي كل مواثيق حقوق الإنسان، دولة ستكون فعالة في الأمم المتحدة. لماذا لم نستطع يعني أن نبني علاقات يعني مع دول ذات تأثير كبير على المنطقة، يعني خاصة في يعني 50 سنة الأخيرة؟ يعني أخ سليمان، أنا لا أبرر الذات، يعني أنا دائما أقول هذا. طبعا لنا دور، لنا إخفاقات كثيرة، لن نكون على مستوى الثقل الكردستاني. الحركة الثقافية السياسية الكردية والحركة يعني نستطيع أن نقول الدبلوماسية الكردية، إن كانت في الداخل إن كانت في الخارج، كانت أدنى أو أقل أو أضعف من الثقل الكردستاني. ولكن يجب أن لا ننسى، نحن عشنا على مدى أكثر من 100 سنة تحت اضطهاد وظلم واحتلال دول مارست في حقنا يعني كل أنواع التهميش، كل أنواع الإلغاء بالوجود الكردي. يعني كان المثقف الكردي عندما كان يخرج إلى الساحة كان يصارع المستحيل. يعني في فترة من الفترات كان الحديث باللغة الكردية في المدارس، وأنت من هذا الجيل اللي يتذكر الحديث باللغة الكردية في المدارس كنا نعاقب عليه. يعني لولا الساحة الافتراضية التي طلعت عن طريق الإنترنت لكانت هذه الدول لا تزال تمارس هذا القمع، ولا وقفت أيضا أمام الدبلوماسية الكردية للخروج إلى الساحة الدولية. يعني نحن لا ننسى أن يعني الدور العالمي أو دور القوى المحتلة لكردستان كان كبيرا في عملية تهميش وعدم إيصال صوت الكرد إلى الخارج. الدكتور بلال قرعان كاتب تعليق: ثق تماما ان قضيتكم يعاديها 192 دوله وانتم فقط قادرين على بناء دوله. بالمناسبه يعني خليني اوسع في هذه النقطه بالضبط، وخاصه الموضوع الحلقه الكرد في عيون العرب بالضبط تجي الى هذه النقطه. لماذا 192 دوله؟ الاخ بلال، الدكتور بلال يعني يقول هذه الكلمة، والكلمة لم تأتي من عبث طبعا، الكلمة جاءت بعد دراسة وتحليل من الأخ الدكتور بلال يعني. لكن سوف أعود إلى بعض النقاط الماضية. الشعب العربي رؤيته إلى الكرد جاءت على مرحلتين. المرحلة الماضية عندما كانت السلطات عامة وكانت الهيمنة الإسلامية أكثر من الهيمنة العربية، كانت هناك تستطيع أن نقول خلط بين حقوق الشعوب وحقوق الأديان. أما في بدايات ظهور عم بقرأ سؤال قادر الأخ العزيز خليل قضايانا بالتأكيد. كل هذا التسويق أنا معك، أنا كثير يعني. سوف أعود لسؤالك خليل، خليني أكمل هذه النقطة المهمة جدا. يعني بدايات القرن أخ سليمان ظهرت أحزاب شوفينية على الساحة العربية. أحزاب يعني ليس فقط حزب البعث. إذا كنا نتذكر في سوريا خاصة والعراق، في سوريا ظهر حزب اسمه حزب الشعب في بداية في الخمسينات، أخذوا الأغلبية المطلقة في البرلمان السوري. كان مستمدا مبادئه من ساطع الحصري بالضبط. وكان طبعا اللي أسسوه هن طبعا انشقوا عن الكتل الوطنية اللي كان فيها قوات وغيرها، ولكن رشيد كيخيا وناظم القدسي ومصطفى برمدة هذول الذين أسسوا حزب الشعب كانوا بدايات بث القومية العربية بمفهوم عنصري بإلغاء الآخر. ولذلك عندما أخذوا الأغلبية في البرلمان شكلوا منهجية النشر المفهوم القومي. هذا المفهوم القومي بشكل عملي ونظري كان في مواجهة ضد المكون الكردي الذي كان في قبلهم
كانوا منهم رؤساء في سوريا، رؤساء ووزراء في الدولة السورية، كانوا لديهم نواب في البرلمان السوري. حتى أنه في أحد الجلسات كان هناك برلمان من منطقة عفرين طالب في البرلمان السوري أن تقوم السلطة السورية بفتح مدارس في منطقة عفرين لتعليم الشعب الكردي على الثقافة العربية. طبعا العضو البرلماني الكردي كان ذكيا جدا، طبعا يريد أن يثقف المجتمع أو الساحة الكردية بأسلوب آخر، يعني أنه عملية عدم وجود مدارس في المنطقة يؤدي إلى جهالة المنطقة. انتبه أعضاء المجلس أعضاء حزب الشعب إلى هذه النقطة، على أن هذا الإنسان يريد أن يوعي الشعب الكردي، وبالإجماع قاموا ضد هذه النقطة. أنا أتحدث لك في عام 1940 46 47. هذا الموجة الفكرية تغيرت طبعا مع مجيء جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر كان حزبه أيضا قومي، وقومي أكثر، كان حزب سلطة، حزب الناصري، رغم أن حزب الشعب حل ذاته وحزب البعث كان بداياته حل ذاته، ولكن الناصرية عندما طغت عبد الناصر كان في وجوده. التنويه كان بأمر من عبد الناصر، للتنويه كان حل الأمر بأمر من عبد الناصر تحت غطاء الوحدة. طبعا هذا حديث طويل جدا، تحت غطاء الوحدة. لكن عبد الناصر عندما كان في مصر، لأنه كان هناك صراع بينه وبين عبد الكريم قاسم، سمح بالوفد أو بالممثل الكردي أن يكون موجودا في مصر. ولكن عندما احتل سوريا أو عمل الوحدة مع سوريا، حارب الشعب الكردي بدون هوادة. يعني أول الذين أسسوا مستعمرات في المنطقة الكردية هو عبد الناصر. جاء مجموعة من العرب من الداخل وبنى قريتين، حتى أبناء المنطقة يتذكرون، ولا زالوا موجودين قريتين، قرية الظاهرية والقرية الأخرى لا أتذكرها. أكيد الأخوة الموجودين من منطقة ديريك يتذكرون. وفي أقصى المناطق الكردية في منطقة ديريك على نهر دجلة. طبعا لا نتحدث عن اسلوب الاصلاح الزراعي تحت منطقه الاصلاح الزراعي، تهجير 100 عائله كرديه من منطقه عفرين وحلب الى تركيا تحت انه هؤلاء لا يمثلون، ليسوا من الشعب السوري. عبد الناصر قام باقامه بنية عنصريه بين الشعب العربي، هذا المجتمع الذي تربى على أن يكون مساواة. إذا الناصرية هي من زرعت البذرة الأولى للعنصرية ومعاداة المكونات. حقيقة حزب الشعب وقبل حزب الشعب، أريد أن أنوه إلى نقطة معينة. في عام 1918 مع جل احترامي للعائلة الهاشمية طبعا، وعائلة محترمة جدا، فيصل الحسين في عام 1918 في فندق البارون له كلمة جدا غريبة، إنه يقول إن العرب كانوا قبل الإسلام، قبل المسيحية، قبل اليهودية. دلالة المنادات بالعنصر العربي. هاي كانت بدايات التحوير من العالم الإسلامي أو الأمة الإسلامية إلى الأمة العربية. هذا المفهوم يعني تكونت في بدايات القرن، ولكن تراكماتها أدت إلى مثلا فرضا إلى ظهور حزب البعث. حزب البعث لم يأتي من عبث. حزب البعث جاء بمساعدة زكي الأرسوزي الذي كان يدمج الإسلام مع العروبة. بعدين حزب البعث وحركة البعث كانت، وحزب العربي الاشتراكي اللي كان فيه يعني أكرم الحوراني، دمجوا مع بعض وظهر الحزب. حزب البعث جاء ورسخت المفهوم العنصري العربي وإلغاء الآخر، وطبعا نعرف كل ما قام به حزب البعث. ونفس المسيرة كانت في العراق. لماذا كانت في العراق والسورية أكثر من دول الأخرى عنادا أو صراعا مع الشعب الكردي؟ لأنهم كانوا يعلمون أن الوجود الكردي في هاتين المنطقتين وجود تاريخ وأرض وجغرافيا، هناك حقوق مسلوبة، ولذلك كانت عملية إلغاء الآخر، إلغاء الوجود الكردي بعدة طرق. نحن ننظر من منطقة أخرى في عملية بناء المفهوم العربي. الإخوان المسلمين لعبوا دورا جدا قويا في هذا المجال.
اخوان المسلمين عندما اسسوا الحزب الاخوان المسلمين كان اسسوا حزب عربي اسلامي، سياسي اسلامي، عربي اسلامي، وليس حزب اسلامي. العربي الاسلامي اخوان المسلمين رغم بعض النقاط من المفهوم الاسلامي ابدا يعني كثير منهم كثير من قياداتهم خرجوا بعمليه تكفير الاحزاب الكرديه. يعني حتى خرجت منهم بعض النقاط تصريحات بتكفير الاحزاب الكرديه، طبعا تحت منهجيه التعامل مع روسيا او تعامل مع امريكا او تعامل مع الدول الاخرى. طبعا هذا المفهوم التعامل مع اسرائيل هو اصلا خرجت قبل ما يتبناها البعث. الحزب الاخوان المسلمين تبنوها، التعامل مع اسرائيل مع اليهود. دكتور تجاهد معي يعلق الدكتور هذا بلال كثيرا اريد ان اقول انه هذا المفهوم او هذه الايديولوجيه طبقت في الاعلام وجندت لها كتاب، ولذلك نشرت بين دول العالم، فاصبحت هناك مفهوم منتشر بين دول العالم يتبنوا مفاهيم الدوله هذه. عندما يقول الاخ بلال ان 192 دوله يعني تعادي الكرد، ليس تعادي الكرد كشعوب، وانما الانظمه، الدول التي لا تعترف او لا تريد ان تدخل القضيه الكرديه الى هيئه المتحده او مجلس الامن لتناقش بين دول العالم. حتى الشعوب دكتور، خلينا نكون واقعيين، مجزرة او اباده حلبجة 5000 شهيد، هل شاهدنا من 400 مليون عربي 40 شخص عربي او مفكر او سياسي او صحفي او اي قاموا بتظاهره تنديدا بما حصل خلال دقائق، اباده بشريه لمدينه كامله، 5000 شهيد، وكذلك ما يحدث الان في عفرين، وفي عفرين، في ساريكاني، في جريسبي، في كل المناطق هناك يعني اباده يعني ما يرتقي الى جرائم حرب ضد البشريه دكتور. لم نرى مظاهرات، لم نرى كم مثقف، يعني لماذا؟ هل تقصير منا ام بالفكر العربي المشرب من النظريات الشرقيه؟ أخ سليمان، هي الصور النمطية الموجودة التي ترسخت في ذهنية المجتمع العربي، هذه هي نتائجها. ولكن علينا لئلا نكون عنصريين ونتحدث بشكل مطلق، يجب أن لا نجرم الشعب العربي براء من هذه المفاهيم. هناك مجموعات أو أنظمة سياسية، أحزاب عنصرية نشرت إيديولوجيات، مفاهيم عنصرية من المجتمع، إلى درجة أن هناك مجموعة من الكرد تأثروا بهذا المفهوم. الآن هنا دكتور بلال قرعان بيقول نحن العرب من أجبر الكرد على العودة للقومية من خلال ابتزاز الكردي، هذا أقول يا الابتزاز الاعتذار، يعني يطلب من العرب الاعتذار عما فعلوه بحق الكرد. يعني أحيي الأخ دكتور بلال مرة أخرى طبعا على هذا الخطاب، والذي أعتبره من أحد الرواد العرب الذين يجب أن يعني يتبعوهم. سوف أعود إلى سؤال الأخ خليل، حقيقة سؤاله جدا مهم، وأنت تحدثت فيه أخ سليمان عملية المفهوم المظلومية. أصلا السلطات العربية أو السلطات الأنظمة العربية العنصرية، وحتى الحزب الإخوان المسلمين أو حزب البعث أو الأحزاب الأخرى الناصرية، كانوا يريدون من الكرد أن يبقوا بشكل متواصل تحت مفهوم المظلومية، دائما يستجدوا، يعني دائما أن يظلوا عملية السيادة والموالي، يعني أن يبقى الكردي هو الموالي للسيد العربي، ويطلب حقوقه منه كإنسان، إنه هو السيد وأنا المتابع. هذه المظلومية حقيقة كانت هناك منهجية لبثها بين المجتمع الكردي، حتى أن الأحزاب الكردية إذا نظرنا عدنا إلى الخمسينات والستينات والسبعينات، كانت جميع منشوراتهم هناك نوع من المظلومية، أعطونا حقوقنا، أعطونا حقوقها، كأنك إنسان على باب آخر ويستجدي حقه. نحن كنا لا يعطي الحقوق تؤخذ ولا توهب دكتور. عمليا ضد هذا المفهوم، كنا عمليا في الواقع العملي كنا ضد مفهوم أن الحقوق تؤخذ بالقوة ولا تستجدى. الأخ خليل، يعني أنا المقصود بالقوة دكتور هنا، المقصود بالقوة الفكرية، أولا القوة الفكرية والثقافة
الإنسانية. عفوا ما سمعت صوت أخ سليمان. المقصود بالقوة ليس فقط القوة العسكرية، إنما القوة الفكرية، القوة الثقافية. هو الأصل الأخطر في الواقع بين المجتمعات وبين الشعوب هي الواقع الثقافي أو التراكمات الثقافية التي تحصل أو التي تبث إلى المجتمع. لماذا الآن يعني خلينا نترك هذه المنطقة حتى قبل أستطيع أن نقول قبل ثورة سوريا الآن أو قبل الانتفاضة السورية أو قبل ما يغتصب التكفيريون هذا الثورة السورية، كان هناك أكثر من نصف الشعب السوري لم يسمعوا باسم الكرد، لم يكونوا يعرفون أن هناك شعب يعيش في منطقة شمال وشمال شرق سوريا اسمه الشعب الكردي، دلالة أن هناك ثقافة ممنهجة كانت تبث بين هذا الشعب بحيث أنه يقضي إلى إلغاء الكرد. عملية ليس فقط إلغاء، عملية إزابة الشعب الكردي. يعني الأسلوب الذي استخدمه البعث أو السلطات الأخرى أو حتى عملية الإخوان المسلمين عندما كانوا فيها كانوا يريدون عملية إزابة الشعب الكردي ضمن أما العالم الإسلامي أو ضمن مفهوم الأمة العربية. يعني أليس ما يعني غير النظرية العنصرية البعثية، أليس للإسلام دور سلبي، وخاصة صلاح الدين الأيوبي قديما يعني بحجة الدولة الإسلامية والكرد دخلوا أفواجا ولكن لم يوجدوا لا حكاما ولا شعبا يرحبون. وفي العصر الحديث الشيوعية وفكر الأممية التي الآن في شمال شرق سوريا، يعني إقليم كردستان سوريا يسموها شمال شرق سوريا وأخوة الشعوب. نحن لسنا ضد أخوة الشعوب، ولكن هذا مستمد من الفكر الماركسي. طبعا كيف نطالب بأخوة الشعوب حينما نكون متساوين بكل كافة الحقوق؟ يعني لك وطن ولي وطن، فكيف ننادي بأخوة الشعوب وأنا بلا وطن؟ إذن هل الفكر العنصري فقط سبب؟ ألم يتحمل الإسلام فيما قديما والفكر الماركسي اللينيني أو الشيوعية الستالينية، خلينا نكون واقعيين، الشيوعية الستالينية ألم يتحملها مع الإسلام الجزء الأكبر من آلامنا؟ إذا عدنا إلى الإسلام أخ سليمان، حقيقة يعني كثير من المحللين أو حتى الفقهاء الإسلام الواقعيين حقيقة يقولون أن الإسلام بعد محمد أو بعد الخلفاء الراشدين، حتى بعض يتهمون الخلفاء الراشدين أن الإسلام تحول من إسلام روحاني إلى إسلام سياسي، وهذا ما أدى إلى أن الخلافة الأموية على سبيل المثال وفيما بعد الخلافة العباسية أججوا العنصر العربي أو المفهوم العربي قبل الإسلامي، ولذلك أمثال حجاج بن يوسف الثقفي الذي أدى إلى تغيير دواوين من الكتابة الساسانية أو الفهلوية الشرقية إلى الكتابة العربية كانت بعد عربي، كان بعد قومي، يعني بعد التأثر بالقومية العربية تحت منهجية النص الإسلامي، تحت منهجية النص القرآن الكتابة الإسلامية. ولكن في الحقيقة الإسلام الحقيقي لم يكن يميز يعني حسب المفاهيم المطروحة فيه، ولا نريد أن أدخل في تفاصيل الفقهية في الإسلام، ولكن ما لئلا نخلط الأمور، إلا أن الخلفاء الذين جاءوا بعد الأمويين وبعد يعني في الفترة الأموية والفترة العباسية جعلوا من الشعوب الأخرى موالي، حتى أن في فترة الخلفاء الأمويين وفي فترة بدايات الخلفاء العباسيين كان الموالي عندما يذهب إلى الحرب لم يكن يحق له ركوب الخيل، كان العربي وحده في الحرب كان يحق له ركوب الخيل، الموالي كان يجب أن يسير في الخيل، إلى أن تغيرت في بدايات، طبعا نستطيع أن نقول في بدايات قتلوا أبو مسلم الخرساني الكردي، أبو مسلم الخرساني غدرا وخيانة. يعني أريد أن أجي إليها، إلا أن في بدايات الخلافة العباسية طبعا هناك هذا المد ظهر في بداية الخلافة العباسية بصراع بين الموالي الذين كونوا أو شكلوا الخلافة العباسية وقضوا على الخلافة الأموية. أبو مسلم الخراساني يعتبر هو المؤسس العسكري أو المؤسس الحقيقي للخلافة العباسية وهدم الخلافة الأموية.
طبعا لا ننسى انه اخر الخلفاء الامويين كان والدته كرديه امه كان من امراء شهرزور، يعني معروفه، ولذلك نقل عاصمته اثناء الصراع مع ابو مسلم الخراساني، نقل عاصمته من دمشق الى سيبين من اجل تأديب الخواله الى جانبه ضد ابو مسلم الخراساني. هذا تاريخ لا نعود اليه، الا ان الحركه العربيه صارت في هناك صراع بين الموالي الذين دخلوا في الخلافة العباسية، ونتذكر كيف هناك صراع بين عائلة البرمكية، العائلة البرمكية وعائلة والعباسيين، الخلفاء العباسيين، إلى أن قضى الخلفاء الأولين العباسيين قضوا على البرامكة، على العائلة البرمكية. طبعا نتذكر كيف قتل الخليفة الثاني، كيف قتل أبو مسلم الخراساني غدرا في بيته في ديوانه، وفيما بعد أولاد هارون الرشيد الأمين المأمون كيف قضوا على العائلة البرمكية. كان حقيقة هو صراع بين الوجود العربي أو القومية العربية على التسلط على الإسلام أو الإسلام السياسي ضد الأمة الإسلامية أو الأمة. استغلال الدين حتى، يعني استغلال الدين تم استغلاله لقمع حقوق شعبنا. هو الحقيقة استغلوا النص القرآني، استغل الإسلام، لأن النص القرآني أدى إلى إلغاء اللغات الأخرى. نتذكر حتى في عهد المأمون هناك كتابات عديدة جدا. في عهد المأمون كانت هناك كتب في جميع المكتبات الموجودة في تحت حكم الخلافة العباسية، كانت تقرأ وتكتب باللغة الفهلوية واللغة السريانية واللغة الآرامية، وحتى بعضها كانت في اللغة اليونانية موجودة من مخلفات الإمبراطورية الأشكانية اللي قبل الساسانية. طبعا بعد المأمون حركة الترجمة عندما ترجمت هذه الكتب أزيلت جميع الكتب، ووضعت هذه الكتب الأخرى المترجمة تحت صيغة الكتب العربية. طبعا بإزالة هذه اللغة وحده، وهذه من أحد الأسباب الموجود إزالة اللغة الكردية أو الكتابة باللغة الكردية، وتأثر إلى أن ظهر أول، نستطيع أن نقول أول من كتب باللغة الكردية مرة ثانية الشاعر بابا طاهر الهمداني، وفيما بعده طبعا بمئات سنوات ظهر الشعراء الكرد الآخرين كفقيه طيراء والآخرين. المؤنفلين هذا المجال. ولكن سورة الأنفال يعني ارتكبت بحق 182,000 احتلال غزو الأردوغاني تحت سورة الفتح ومدينة سريكاني، يعني كلهم بصور قرآنية أعداؤنا استغلوها. كيف لماذا رجال الدين المسلمين الكرد لماذا لم يردوا على هذا الاضطهاد الذي الشيوخ الآن نرى الشيوخ رئيس اتحاد علماء المسلمين، خلينا نكون واقعيين، كردي، ولكن يعتبر أردوغان خليفة للمسلمين. يعني لماذا أخ سليمان، أظن الحوار تحور إلى نقطة أخرى. بالحقيقة هناك رواد مسلمين أكراد وقفوا ضد هذه الهجمة، وكان هناك فقهاء إسلاميين، وكانت هناك يعني أستطيع أن نقول شخصيات وقفت ضد هذا التحوير أو التأويلات الخاطئة للنص القرآني أو للأحاديث أو استغلال الإسلام إلى العنصر العربي. كانت هناك وهجمات، واصلا احد اسباب ظهور المذهب الصوفي واللي من ضمن الشعب الكردي هو اول من نستطيع ان نقول اكبر من تبنى المذاهب الصوفيه للصراع بين الثقافه الكرديه التي لم تعترف بالتجسيد في الاله، ظهرت المذهب الصوفي. طبعا هذا هو صراع بين المذهب، فكرين او تاويلين او للاسلام. نحن دخلنا في متاهات اخرى. دكتور محمود، عفوا اسمح لي هنا، انا لم ندخل في متاهات اخرى ولم نحرف الحوار، لانه انا ناقشت كثيرين من المثقفين العرب يقولون حتى في يستغلون القرآن لأنه أنزل عربيا، ويقول باللغة العربية إنما خلقناكم على درجات وأنتم الكرد الدرجة الثانية. كثيرين يقولون أصلا يقولوا أخ سليمان لازم يأولوا الآية القرآنية التالية: إنما أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
دلالة حتى الإله نفسه نوه إلى الشعب العربي أن هناك شرائح في المجتمع العربي في بداياته لا يعقلون، ولذلك نزل القرآن عربيا لعلكم تعقلون. يعني طبعا هذه تأويلات مختلفة في الفقهاء، ولست فقيها في الإسلام طبعا، ولست ضليعا في الفقه الإسلامي. وغايتي كان دكتور غايتي نوضح أن الإسلام ليس في الفقهاء وبعض الرواد العرب سخروا الإسلام لذاتهم، أول النصوص القرآنية لذاتهم. يعني تأويلات تختلف من منطقة لأخرى، من فقيه لآخر. يعني خلينا نأتي لحديث معين، ما قام به مثلا الغزالي بطريقة، ولا ما قام به ابن رشد طريقة أخرى، ما قام به ابن تيمية شكل أخرى، ما قام به حسن البصري طريقة أخرى. يعني هناك خلافات وتأويلات متنوعة في الإسلام. ولكن نأتي للعصر الحاضر أخ سليمان، الإخوان المسلمين سخروا الإسلام لمفهوم عربي. الداعش المنظمات الإسلامية سخر الإسلام لعملية التكفير وقتل الآخر غير المذهب السني. يعني كل واحد يجي، كل مجموعة فكرية إيديولوجية معينة تجي وتسخر هذه النص القرآني لذاته، والنصوص والتأويلات دائما تختلف. فلذلك يجب أن لا نذم. يعني طبعا أنا هذا نقطة معينة. شوف أخ بلال يحط آية جدا رائعة، لماذا نسي العرب يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. شوف هذا المنطق هو المنطق الإنساني الذي نقول فيه يجب أن يكون هناك توافق أو يعني تحاور بين الشعوب المنطقة. يعني نعود إلى كلمة الأخ خليل، المظلومية. إخوان المسلمين والشخصيات الأخرى الإسلامية وحتى الخلفاء الفاطميين أو الخلفاء العباسيين أو الخلفاء، يعني حتى الخلفاء العثمانيين نفسهم، يعني أرادوا أن تكون الشعوب الأخرى موالي تستجدي، تبقى في منطقة المظلومية، في جغرافية المظلومية، العبد. عندما أتيت لك بمثال، والمثال هذا حقيقي وغاب، يعني أخفاه العديد من المؤرخين العرب هذه النقطة المعينة، إن الموالي في الحروب لم يكن يحق له ركوب الخيل، مع أنه كان مسلم وأجداده كانوا مسلمين. يتعارضون مع هذه الآية التي وضعها الأخ بلال، ولكن كانوا يريدون أن تكون هناك مظلومية استجداء مثل ما قال الأخ خليل. يعني هذه المظلومية أنا أتحدث فيها من على مدى سنوات، أن الكرد، الأحزاب الكردية أو القوى الكردية السياسية والثقافية يجب أن نخرج من منطقة المظلومية. أنا لا أستجي حقي، ولا أقول أعطي للسلطة السورية أعطيني حقي في شمال شرق سوريا. أنا ابن هذه المنطقة وهذه جغرافيتي. القبائل العربية جاءت إلى المنطقة واستكنت في منطقتي بأوامر من السلطات وبفرض من أنظمة. أنا لا أقول يجب على السلطة إعطاء حقي وإخراج هؤلاء أو إعطاء لا تأخذ أرضي. أنا أقول إنك مذنب. السلطة البعث، سلطة حزب الشعب سابقا، سلطة الأسدين، المعارضة السورية التكفيرية السنية الآن مذنبون مجرمون، وأستطيع أن يقول إنهم أكثر الشعوب عنصريين ويضرون الشعب العربي أكثر ما يضرون الشعب الكردي. خلينا نقول هذه النقطة جدا مهمة، إن الأنظمة العربية أضرت شعوبها أكثر. لو كانت هذه الأنظمة الحضارية وتعاملت مع الشعوب الموجودة في المنطقة، الشعب الكردي والشعوب الأخرى، لربما كانت الآن الشرق الأوسط من أحد الحضارات التي توازي الحضارة الغربية. تمام دكتور، سؤالي قبل الأخير عن الوضع السوري عامة وحقوق الكرد في سوريا القادمة، سوريا الذي ننشده معا كردا وعربا من أحرار شعبنا. يعني أقصد ما مستقبل الكرد والقضية الكردية في سوريا؟ حقيقة أخ سليمان، نعود إلى سؤالك الأول، إن القضية الكردية هل دخلت في لماذا لا تدخل المحافل الدولية مثلا الهيئة المتحدة ومجلس الأمن؟
نقول ان القضيه الكرديه اثقل بكثير من قوه المثقف الكردي او الحركه الثقافيه الكرديه والحركه السياسيه او الحركه الحزبيه. ولكن انا ارى نورا في المستقبل. يعني الحركه الكرديه يعني رغم صراعاتها ورغم ضعفها حتى الان، ولكن يعني تتقوى يعني في المحافل الدبلوماسيه، اصبح لها وجود، على الاقل اصبح لها مركز قدم. الآن هناك علاقات تسير مع الهيئات الدبلوماسية الأمريكية، مع الهيئات الدبلوماسية الروسية، مع الهيئات الدبلوماسية الأوروبية، والأوروبيين يدعون أو الأمريكان يدعون بعض الشخصيات الكردية للحوار، دلالة أن هناك خطوات، حتى لو كانت خطوات بطيئة، حتى لو كانت هناك يعني ولكن هذه أتوقع أن القادم الأيام سوف تتسارع هذه القضية. وأظن أن الحركة الكردية الآن في مرحلة بناء رواد أو ظهور رواد أكراد باستطاعتهم أن وضع القضية الكردية في المحافل الدولية. وأنا أظن أن القضية الكردية الآن أصبحت قضية لا يمكن لأي قوة في العالم يعني إغفائها أو تجاهلها. في الشرق الأوسط أصبحت من القضايا الكبرى التي تعامل بها. أخ سليمان، أود من المراقب أو الأخ عبد الباقي إعادة سؤال الأخ عبد الواحد علواني، سؤال مهم جدا يجوز ما انتبهت عليه سليمان، يا ريت لو يعيدها. يعني أنا يعني موجزا أخ سليمان، أنا جدا متفائل أن القضية الكردية في المستقبل القريب سوف تكون من القضايا التي سوف تعالج على مستوى هيئات الدولية العالمية، ولربما قريبا سوف تعالج على مستوى هيئة المتحدة ومجلس الأمن أيضا. دكتور، كيف ما تقوم به تركيا وإيران والسلطة السورية والمعارضة وكل القوى المعادلة بتحريك جميع دبلوماسيها ولوبيها، والتي نراها في هنا في أمريكا يقفون ضد هذا التوجه. دكتور، كيف نتفائل والمجلس الوطني الكردي في سوريا الذي هو عضو في الائتلاف الرافض حتى تغيير اسم سوريا من الجمهورية العربية السورية إلى جمهورية سوريا، وحتى المجلس الكردي تنازل من حق الفيدرالية إلى لا مركزية في اجتماع الأخير، قال لا شكل من أشكال لا مركزية. وأيضا PYD وسلطة الإدارة الذاتية ذاتها لا صلة لها ولا علاقة لها بالكردية. فكيف في ظل هذا في هذا التباين من الموقفين المضادين كيف بدنا نكون متفائلين؟ شكرا أخ سليمان. للأسف تحت مفهوم السياسة تقوم بعض الأطراف الكردية وخاصة المجلس الوطني الكردي أو الإدارة الذاتية أو PYD بتغيير من المفاهيم والمطالب الكردية من مرحلة إلى مرحلة، من سنة إلى سنة. في بدايات الثورة السورية كانت مفهوم الفيدرالية الكردية مفهوما قويا وطرحناه نحن في المجلس الوطني الكردستاني من عام 2008، طرحناه بمشروع معين على هيئة دبلوماسية أمريكية، وكان موجود فيه هيئات دبلوماسية أخرى من أوروبا أيضا، وعرضناه فيما بعد على بعض الدبلوماسيين الروسيين، والجميع وافقوا على حتى أن أحد الأعضاء الوفد الأمريكي هو بذاته طلب لماذا لا يكون هناك هيئة فيدرالية أو جغرافية فيدرالية موسعة إلى البحر. وإذا تلاحظ هذه الجغرافيا التي خرجت وبعض السياسيين الكرد هاجموها، لماذا هذا المد الكردي غير الطبيعي، كان مطروح من قبل القوى الدولية أن الكرد لهم الحق عن طريق جبل الأكراد الوصول إلى البحر. هذه الفيدرالية بمشروع موسع نحن المجلس الوطني الكردستاني قدمناه في 2014، وصار نقاش وحوار طويل عليه وتمت الموافقة عليه قبل دخول أمريكا إلى سوريا. تبناها المجلس الوطني الكردي وتبنتها الإدارة الذاتية والPYD، بتذكر، وكان صارت نقاشات بيناتنا ويعرفون الأخوة فيها، وروسيا لم تكن تعارض على هذا المشروع. وللأسف التعاملات السياسية التي حصلت بين المجلس الوطني الكردي والائتلاف وظهورها في الائتلاف للبقاء على وجودها في الائتلاف والإدارة الذاتية بحسب مصالحها في المنطقة تخلوا أو تغاضوا عن هذا المشروع. بعض من قيادات الطرفين لا زالوا يطالبون بالفيدرالية، ولكن كمشروع سياسي
تراجعوا عنها، وأنا أعتبر هذا تراجع كبير وتراجع يؤثر على المستقبل الكردي في المنطقة. القضية الكردية قضية هي وجود فيدرالية. بدون فيدرالية القوة الكردية سوف تذاب. الآن بعد هذه الهجرة الواسعة الديموغرافية من منطقة غرب كردستان إلى الخارج، ومجيء ما يقارب 2 مليون عربي من المكون العربي، يا أهلا بهم. لسنا ضد الشعوب الأخرى، لسنا ضد احتواء ودفاع عن أي مكون آخر، ولكن ضد التغيير الديموغرافي. تغيير ديموغرافي حصل. فإذا لم تكن هناك فيدرالية كردستانية في المنطقة ضمن سلطة لا مركزية سورية، أتصور أن الحقوق الكردية سوف يعني تضر كثيرا. وأطالب الحركة السياسية في هنا، وأطالب حركتي الثقافية أيضا أن نخرج مثل ما تفضل مرة ثانية الأخ، مثل ما تفضل الأخ خليل، أن نخرج من منطقة المظلومية. السياسة الآن تفرض أن نتراجع عن الفيدرالية، وغدا المنطقة السياسية نعرض الفيدرالية. على مدى 50 سنة كنا نطالب بالحقوق الثقافية، نستجدي الحقوق الثقافية وليس نطالب، ونقول إننا مظلومين وقتلتونا ودمرتونا وهجرتونا وجبت الغمر. هذه النقاط كلها يجب الآن أن تدرس من منطق شعب على أرضه التاريخية لا يمكن أن يحصل عليها بدون وجود فيدرالي أو حتى نظام فيدرالي داخل سوريا. دكتور محمود، انتهت أسئلتي. الكلمة الأخيرة لك أتمنى توجهها للأخوة العرب وللدكتور بلال وكل المثقفين المناضلين من أمثاله من أحرار جيراننا وشركائنا في الوطن المكون العربي. ماذا تقول لهم، وماذا تقول للسياسة الكردية في سوريا وللشعب الكردي في سوريا؟ أي مستقبل نرنو إليه؟ طبعا أحيي مرة ثانية ولربما مرة ثالثة، أحيي الأخ دكتور بلال، وأحيي الرواد الكرد المثقفين الكرد من أمثاله الآن الذين يعني أصبحوا معروفين على الساحة العربية، أصبح لهم صوت، وهذا هو الصوت الحقيقي للشعب الذي يجب أن يرتقى من مفهوم العنصرية أو إلغاء الآخر إلى منطق الأخوة والمساواة. حقيقة نداء الأخ بلال نداء هو لإنقاذ الشعب العربي من ضحالة التي كان فيه على مدى العقود الماضية. طبعا هي دعم للشعب الكردي بالتأكيد، ولكن في ما وراء الكلمة هي دعم الشعب العربي أيضا. أحييه مرة ثانية. أنا أقول إن المفاهيم التي درجت من قبل السلطات العربية العنصرية، البعث، الأسدين، صدام حسين، الناصرية، حزب إخوان المسلمين، الأحزاب المماثلة لهذه الأحزاب التي ألغت الآخر ووضعت العرب أو سخرت الإسلام إلى للعروبة وليس العروبة للإسلام. هؤلاء دمروا شعوبهم، وأتمنى أن يعيدوا إعادة التفكير بهذا المفهوم. يعني حتى تأثيرهم كان هناك تأثير على البعض الشرائح الكردية لتظهر موجة عنصرية بين الأكراد، ولكن الكردي له تبريره، لأن الكردي تآذى على مدى قرون. عندما يكون الكردي عنصريا ليس عندما يكون ابن السلطة عنصريا. هذا الحقد أتوقع إن يجب أن يقوم به الرواد العرب الشرفاء بإزالته، للقضاء على أمثال الكتاب الذين سخرتهم سلطة البعث لكتابة كتب عن التاريخ الكردي. يعني تصور أنه حرفوا التاريخ الكردي بقدر ما استطاع، وكتبوا تاريخ عربي مشوه، يعني تاريخ لا أساس لها. خلقوا تاريخ للمنطقة، تاريخ يعني يؤسف له طبعا وبتوجه. نتذكر أخ سلمان في المدارس كنا نقرأ القومية العربية، أو كانت عندنا مادة القومية العربية.
يعني هذه القومية العربية عملية كانت ممنهجة مضرة للقومية العربية أكثر ما تكون مضرة للقومية الكردية والقوميات الأخرى. خلقت عملية فكرية، صور نمطية في ذهن العربي. هذه الصور النمطية لا زلنا نراها عند المعارضة الآن، عند المعارضة السورية، عند السلطة السورية، وأثرت حتى على أمثال السلطات، السلطة التركية، السلطة الإيرانية، بحيث أن تكون القومية الكردية هي المحاربة أكثر من ما يحاربون السلطة السورية. طبعا هنا أنادي الأخوة الأكراد، أنادي أخوتي الحركة الثقافية الكردية، الحركة السياسية الكردية. أنا لست مع الخلاف ولا مع الاختلاف بين أطراف الحركة السياسية، ولكن أن نرفع هذا الخلاف إلى صراع بحيث أن نقضي على القوة الكردية بين الهيئات الدبلوماسية أو بين الأعداء، بحيث نكون ضعفاء وكل طرف يصبح أداة بأحد أيادي القوى الإقليمية. يعني عندما يتشتت الكردي، عندما تتشتت أحزابنا الكردية القوى السياسية، يصبح سهلا للقوى الإقليمية استخدامها كأدوات. أنا لا أطالب بالوحدة ولا أطالب بأن تبنى مرجعية كاملة، ولكن أطالب أن تكون هناك تفاهمات، خلق هيئات دبلوماسية تمثل الكرد في المحافل الدولية. الصراعات التي تؤدي إلى إضعاف الشعب الكردي، إضعاف القضية الكردية على المحافل الدولية، ليست سياسة وليست. أشكرك. شكرا كثيرا كمان. أعود أشكرك وأشكر الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد على هذا المجال، وأشكر البيف تي في على هذه أستطيع هذه اللحظة المناسبة، وأتمنى لبيف تي في يعني برامجها، يعني أتمنى لها تطور وتقدم، وطبعا وأفتخر بالبرامج التي تقدم على مدى هذا الشهر الذي بدأ يبث فيه رغم قصر المدة، ولكن أظن بلغت برسالتها إلى مسافات جيدة جدا. ونحن باسم بيف تي في نشكرك، ونقول لشركائنا في المنطقة في سوريا، الإخوة العرب، الترك، الفرس، الإخوة بالإنسانية، الإخوة بالأخلاق، الإخوة بالفكر الوطني، نقول لهم أن الحدائق لا تزهو إلا بتعدد ألوانها، بتعدد زهورها. حديقة ذات لون واحد لا نكهة لا لون لها. يعني لا دكتور، كلنا نتمنى بالحقيقة أريد أن أعتذر من الأخوة الذين كتبوا أسئلة فعلا، الأخ عبد الواحد علواني والأخ محمد، يعني كان بودنا أن نجاوب على أسئلة، وفعلا الأسئلة كانت منطقية جدا، وكان يجب أن كنا نتمنى من الأخ بلال أن يشاركنا في هذا الحوار. حقيقة مفاهيمه قيمة. وأعود نعيده بأن يكون لنا في حلقة أخرى سنكون مع ضيف عربي آخر، لنرى رؤية العرب، ضيف عربي مقابل ضيف عربي، لنرى بحلقة ستكون أجمل لو نرى ورود أصوات أحرار تنادي بحق الإنسان، بحق حرية الإنسان، بحق كرامة الإنسان، حق الدولة، حق مشروع لكل الشعوب. رسالة الكرد رسالة سلام، رسالة محبة. في هذا اليوم علم كردستان أكيد سيرفرف، شاء من شاء وأبى من أبى، سيرفرف في سماء الأمم المتحدة ذات دولة كدولة مستقلة حرة كريمة، وبمشاركة الجميع وليس الكرد، بمشاركة جميع أبناء كردستان من العرب والسريان والأشوريين وكلدان والتركمان. أنا رغم أنه أتحفظ على كلمة تركمان لأنه تركيا كلها لا تتجاوز عمرها 4 قرون، يعني من أين أتوا ما بعرف، هم الشعوب هذا. فتركيا ليس شخصيا لا أعتبره شعبا هذا، إنما مستمد من كل المكونات، ولكن نحييهم. إذا نحيي من يؤمن بحقوقنا، من يؤمن بحقوق إنسانية الإنسان عندهم. يعني
دكتور يعني ذكرتني بنقطة معينة، للأسف أعتذر من الأخوة المشاهدين بإطالة النهاية. طبعا حقيقة ليس الشعب العربي فقط، الشعب العربي والشعب التركي والفارسي والشعوب الأخرى الموجودة في المنطقة لو كانوا على قناعة كاملة أو لم تؤثر عليهم سلطاتهم بترسيخ هذه الصور النمطية في ذهنهم وهذه الثقافة الخاطئة، لو كانت هناك دولة كردستان مثل ما تفضل به الأخ بلال وبعض الرواد العرب الآخرين أمثال محمد الغزالي طبعا الشيخ المعروف في مصر، لكانت الآن في الشرق الأوسط دولة حضارية إن أرادوا أنشئوا. حتى السلطات اللي كانت في عنصرية في المنطقة كانت سوف تتأثر بالمفاهيم الإنسانية لدى الكردستان، لدى الدولة الكردية، لأن الشعب الكردي أتصور كانت ستكون هناك سلطة حضارية، سلطة إنسانية ديمقراطية كانت سوف تؤثر على الدول المجاورة أن تتبنى هذا النظام الديمقراطي. إضافة إلى أن الخلافات الآن أو الصراعات الآن الموجودة والتي أكثرها موجودة بين الكرد وهذه السلطات، لقلت هذه الخلافات وهذه الصراعات إلى أكثر من النصف. لوجدنا أن الخلافات الآن الموجودة التي تؤثر على تطور المنطقة الشرق الأوسط لازالت هذه الخلافات، ولكانت الشعوب الآن مرحلة من مراحل الحضارة الإنسانية. للأسف على كردستان مستعمرة، حقيقة ما ليس مستعمرة ولأنها محتلة. الإبقاء على جغرافية كردستان جغرافية محتلة سوف تؤدي إلى تخلف المنطقة إلى ما لا نهاية، إلى ديمومة الفوضى، إلى ديمومة لا استقرار، إلى ديمومة لا أمن ولا سلام إذا لم يحصل أو لم يرفرف علم كردستان خفاقة عالية في سماء الأمم المتحدة. دكتور محمود عباس، أشكرك جدا جدا، مع الدعوة للدكتور العزيز دكتور بلال القرعان أنه سيكون في حلقة أخرى معنا، وبيكون تداركنا الأخطاء الفنية مع ضيف عربي آخر نتمنى أن يكون مثل دكتور بلال من أحرار العرب ينادي بحق تقرير مصير لكل الشعوب وحتى لكل فرد. من حق كل فرد، قوانين الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقر بحق الفرد إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها. أشكرك دكتور محمود عباس، شكرا جزيلا، تحملت عناء غياب الدكتور بلال معنا. أشكر جدا جدا من وراء أشكر الأستاذ عبد الباقي حسيني والأخ ناصر المخرج اللي من وراء الكواليس، وأيضا كل الشكر لمن علق ولكل من تابعنا، ومع الاعتذار الكبير لهم عن عدم إمكانية الرد على جميع الأسئلة والتعليقات، ونعدهم بالحلقات القادمة سنرد على ما نستطيع. ودمتم ودكتورنا العزيز وكل مشاهدينا الأكارم بألف خير وفي رعاية الله. الله معكم.